الساعة كان بعد نص الليل. نور بنت عندها 21 سنة قاعدة لوحدها في أوضتها بعد خناقة كبيرة مع أمها. مسكت الموبايل وبتكتب تويتة. أوقات كتير بتوصل لمرحلة تقول فيها خلاص كفاية وجع، بس لسه فاضل وجع تاني مستنيك. كانت هتنزلها لكن اترددت. فتحت واتساب لقيت رسالة من رقم مش متسجل: لو خرجتي من البيت النهاردة كل حاجة هتتغير. اتجمدت، قلبها دق بسرعة. مين ده؟ والرقم مش عليه صورة ولا اسم. كتبت: مين؟ رد: ما تسأليش. لو عايزة تعرفي الحقيقة البسي الجزمة الحمراء واطلعي من البيت دلوقتي، بس ما تبصيش وراكي. عيب تشوف اسم النبي وما تصلي عليه وتشترك في القناة. نور كانت في حاله نفسية مش مظبوطة أصلا. قامت، لبست فعلا الجزمة الحمراء القديمة اللي كانت مركونة، وخرجت من باب الشقة بهدوء. الشارع فاضي والجو ساكت بشكل مرعب. مشيت وهي حاسة إن في حد بيراقبها. بعد 5 دقايق مشي لقت ورقة مرمية على الأرض مكتوب فيها بخط إيدها هي: إحنا بنعيد كل حاجة من أول وجديد، دي فرصتك الأخيرة. سابت الورقة وبصت وراها من غير ما تقصد. الشارع اختفى، حرفيا اختفى. رجعت تبص قدامها، لقت نفسها في نفس أوضتها بس مختلفة. الحيطة فيها صور ليها وهي لابسة هدوم ما شافتهاش قبل كده. في صورة غريبة ليها وهي واقفة جنب شاب مات من سنتين في حادثة، وكانت ماسكة إيده. وبدأ موبايلها يرن، اسم المتصل نور من 2030.